إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الإنفاق في سبيل الله طريق من طرق الخير وباب من أبواب الإحسان، جدير بالمؤمن أن يظل حريصا عليه قبل أن يحال بينه وبين ذلك بالموت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وملائكة الرحمن تدعو في كل يوم لمن ينفق في سبيل الله بأن يعوضه ربه خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وليكن المنفق في سبيل الله مطمئنا من أن ماله محفوظ من التلف والضياع، وأن إحسانه إلى الناس سبب لحلول البركة في ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وأهل الإحسان يكونون دوما في حفظ الله ورعايته وكلاءته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل في فلاة من الأرض في مكان خال، فسمع صوتا في السحاب: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. الحرة هي الأرض الصخرية السوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج مسيل الماء قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله. هذا الرجل الذي سمع الصوت يقول للرجل الذي يحول الماء: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال له: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في هذا السحاب الذي هذا ماؤه، يعني الذي تنتفع به الآن، الذي هذا ماؤه، يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، يعني من المزرعة من الأرض، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها أي في الأرض ثلثه، يعني يزرعه من جديد. والحديث رواه مسلم. والصدقة من كسب طيب وإن كانت قليلة فإن الله ينمي أجرها لصاحبها حتى يصير ذلك الأجر عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه
ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. وبقدر ما يكون في القلب من الإخلاص يعظم الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000، له عشرات الملايين، أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به بنصف ماله. والحديث في الصحيح الجامع. ولا يداوم على الإحسان والصدقة إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. والصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومحو السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه أبو يعلى وهو حديث صحيح. والصدقة تكون سببا أيضا للشفاء من الأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث مخرج في الصحيح الجامع. ومما أخبرنا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الصدقة سبب لرحمة الميت في قبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وحينما تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة ويكون الناس في كرب عظيم، يهنأ أهل الإحسان والصدقة في ظل صدقاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال يزيد وهو أحد رواة هذا الحديث: كان أبو الخير، وهو أيضا رجل آخر من رواة هذا الحديث، كان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو ببصلة. رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب. أيها المسلمون، والصدقة تثقل كفة ميزان العبد، وقد تكون سببا في نجاته من عذاب الله عز وجل بعد رحمة المولى وفضله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده، يعني ندم على فعلته الشنيعة، سقط في يده فهرب، فأتى مسجدا فأوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وآخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 سنة في كفه، 60 سنة من العبادة و6 ليال من المعصية في كفه، فرجحت 6 على 60، ثم وضع الرغيف فرجح الرغيف. والحديث رواه البيهقي وهو في صحيح الترغيب والترهيب. أيها المسلمون، إن مالك الحقيقي أيها المسلم هو الذي تقدمه لآخرتك. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها.
قال بقي كلها إلا كتفها. والحديث في صحيح سنن الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: أو أعطى فاقتنى، أي ادخره لآخرته، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المسلم، اغتنم أيام عمرك، اغتنم هذه الأيام في فكاك نفسك وخلاصها، فقد حان الرحيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أي عن يساره أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. وإذا أردت الإحسان أيها المسلم، فلا تعمد إلى الرديء من مالك فتتصدق به، بل اعمد إلى ما تحب من مالك فتصدق به. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، يعني كان الصحابة يأتون بصدقاتهم من تمر وغيره فيعلقونها في المسجد، فمن كان محتاجا أخذ منها، فعلق رجل قنو حشف. قال الشراح: يعني تمرا يابسا فاسدا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة، لو شاء صاحب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. أيها المسلمون، ومن اكتسب مالا حراما فتصدق به لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزدد من الله إلا بعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إسره عليه، يعني عقوبته عليه، لم يكن له فيه أجر وكان إسره عليه. رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، وهو حديث حسن، كما قال الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين.